السلام عليكم أصدقاء قناة موروكو ستاديوم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من تغطياتنا الحصرية حول آخر تطورات ملعب طنجة الكبير. اليوم غادي نشاركوا معكم أهم المستجدات اللي وصلت لنا من داخل ورش الملعب. أولا، كاين تقدم كبير في تركيب هياكل السقف الفولاذية. اليوم تم تركيب الهيكل رقم 27 فوق الحلقة ديال الملعب، وبهذا الرقم كيبقى غير 3 الهياكل فقط باش نكملوا مرحلة رفع الهياكل الفولاذية كاملة. هذا يعني أن السقف قريب جدا يكمل من ناحية الهيكل الحديدي، وباقي فقط عملية الربط والتمديد والتغطية. ومن خلال المتابعة كيبان أن وتيرة الأشغال في هذا الجانب سريعة ومستقرة. ثانيا، بالنسبة للكراسة كاين تقدم واضح في جانب المدرجات، بحيث تم تركيب كراسة جديدة في المناطق اللي ما كانش مكتملة بعد. هذا مؤشر جيد على أن عملية التثبيت بدأت توصل حتى للمناطق الأخيرة، والوتيرة تحسنات بشكل ملحوظ، وكيبان أن كل شيء غادي في الطريق الصحيح. ثالثا، تغليف الواجهة الخارجية مستمر بشكل واضح. من الصور اللي توصلنا بها كيبان أن الأشغال الآن مركزين على الجمالية الخارجية للملعب، والشكل العام بدا يبان بوضوح واحترافية عالية. في الخلاصة، نلاحظوا أن ملعب طنجة كيتقدم بخطى ثابتة نحو الجاهزية، وكل المؤشرات كتأكد أنه غادي يكون جاهز يحضر الموعد ديال كأس إفريقيا 2025 بإذن الله. ما تنسوش يا أصدقاء تخليوا لنا آرائكم وتعليقاتكم، وإذا عجبكم المحتوى شاركوه مع الأصحاب، ودعموا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد لحظة بلحظة من قلب ملاعب المغرب. كان معكم موروكو ستاديوم، شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.